عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبصحة وسلامة يا رب، وان شاء الله يعني رمضان ده يبقى جميل عليكم. احنا في الحلقة الثالثة من نفيسة في رمضان. انتوا متخيلين ان احنا في الحلقة الثالثة يا جماعة؟ انا مبسوطة جدا والله العظيم، والله ما كنت متوقعة ان حد يتابعني اساسا، بس ما علينا. وطبعا كله اخراج وتنفيذي، لا مؤاخذة يا رجال، معلش احنا بنقول الكلام ده بس قدام الفيديو. امبارح احنا قعدنا نثير الجدل وقعدنا نتكلم عن الابناء وازاي هم مش بيساعدونا وبتاع، يعني كلام فارغ ومقدور عليه، محدش هيجي يهاجمني من الابناء لان انا اكبر مني. النهارده بقى هنثير الجدل اكتر من امبارح، وهنجيب سيرة مين؟ الامهات. والله هنجيب سيرة امهات، يعني انا هيتعمل لي بلوكات كتير قوي، كلهم بيتابعوني بس ما علينا. مع انكم ان انتوا على راسنا والجنه تحت اقدامكم وكل شيء كويس وانتوا توب التوب، بس انا بجد والله عايزه اقول حاجه كده من جواي. انا لسه يعني من نص ساعه مخلصه خلاص الاكل وكلت والحمد لله، وغسلت الصحون. ده معروف، ما ينفعش الحلقه تتبدا من غير ما كمامي تبقى مبلوله، أنا بكسب من عرق كمامي. لسه جايمه من الفطار دلوقتي واكله نفس الصنف بتاع اليوم الاول. اتقوا الله، امهات مصر كلتها في اول يوم رمضان بتبين قد ايه ان مصر دي في عز الغنى. كلنا بنعمل اصناف حرفيا بقالنا شهور ما كلناهاش، بنحط لحمه وفراخ في نفس اليوم، في نفس اليوم بناكل فراخ ولحمه. الموضوع ده غريب علينا. بنعمل محاشي وإشي بط وإشي فراخ، وبنعمل مكرونه بشاميل على جلاش، بنعمل حواوشي، بنعمل حاجات كتيره قوي يا جماعه، حاجات كتيره قوي. نيجي ناكلهم على 4 أيام. ليه نفسي افهم مين قال ان في رمضان بيحصل كده في اول يوم بالذات. احس ان عيبه لو ما عملناش كده، مع انه عادي. يعني انا شايفه ان هو عادي. يعني انا ان شاء الله لو ربنا كرمني واتجوزت وفتحت بيت، انا اول يوم رمضان هعملها وليمه. اصل انا متعوده بقى، انا همشي مع القطيع عادي جدا. برضه هو سؤال بجد يعني منطقي جدا. ليه او مين اللي خلانا في اول يوم رمضان نعمل الوليمه دي كلها؟ ليه ما ناكلش اكل عادي، اكل مثلا بنحبه يا جماعه بس يكون صنف واحد؟ ليه صنفين 3 4؟ ليه يعني ليه على اخر الشهر ما بناكلش حاجه، بناكل حلل فاضيه يا جماعه والله. يعني ده تالت يوم انا باكل بنفس الصنف بتاع اليوم الاول، عماله اكل في مكرونه وجلاش مكرونه وجلاش مكرونه وجلاش، قرفت والله. بس الحمد لله يعني احنا خلصنا الاكل النهارده، انا اكلت فوق طاقتي والله عشان اخلص الاكل معاهم. والحمد لله بكره رابع يوم هناكل صنف جديد. كده هنكون مثلا لو هنحسبها ان احنا هناكل الطاقة اللي هتتعمل مرة واحدة ناكلها على 3 أيام، هنكسب كده 3 على 30، يعني هنعمل 10 أصناف في رمضان، بس 10 أصناف بالظبط. توفير برضه، يعني احنا لو فكرنا فيها توفير وقت وتوفير فلوس. بنوفر وقت ان احنا بنعمل الأكل تاكل على 3 أيام في يوم واحد، وفر فلوس ان احنا هنعمل 10 أكلات أصلا في الشهر كله. ما تقفل الباب واخلص بقى. ايوه يما حاضر. تبقاش خنيق بقى، ما تبقاش خنيق. بوظوا لي الحلقة، سيبوني اتكلم الله يستركم يا رب. ما علينا سيبكم من الكلام ده كله. فانا رسالتي للامهات، يا امهات يا حلوين يا صغننين يا جمال، اعملوا اكل على القد. خلاص يعني هو اول يوم وتعكينا فيه وخلاص، اليوم اتلم والاكل خلص. نيجي بقى على الايام التانية نعمل الاكل على القد يا كتكوته يا جميله، علشان نغير ننوع، عشان الواحد بيزهق برضه، بيبقى صايم وتعبان ويجي ياكل نفس الصنف في ثالث يوم. الحمد لله على نعم ربنا كتير، الحمد لله ان احنا بناكل، الحمد لله على كل ده. بس الفكره في حاجه، نوفر ونغير. يعني الاتنين حلوين، الاتنين احلى من بعضهم، انت احلى واحده. عشان ما تزعليش مني، ما بحبش الهجوم بتاع الامهات ده بالذات، والله ما بعرفش اكسب فيه. خلاص بقى كفايه عشان دي حلقه حساسه سخنت قوي يعني. اسيبكم يا امهات، سلام عليكم.